ايه رأيك لو قلت لك ان انت ممكن تفتح حساب توفير في بنك مصر بدون اثبات دخل، وكمان الحد الادنى بتاعه 100 جنيه؟ في الفيديو ده هكلمك على حساب المنجز. حساب المنجز ده من الاخر لو عمرك معدي ال 21 سنة ومصري الجنسية، معاك بطاقة رقم قومي سارية ومعاك 100 جنيه في جيبك، روح فرع بنك مصر وقول لهم انا عايز افتح الحساب ده. الموظف مش هيطلب منك اي اثبات دخل، وحتى لو مش مكتوب لك وظيفة في البطاقة زي ما انتوا شايفين مكتوب على الموقع الرسمي، مش مطلوب منك اي اثبات للدخل. واعرف ناس كتير جدا فتحوه بدون اي اثباتات للدخل. الحساب ده بمنتهى البساطة بيعفيك من المصاريف الإدارية في أول سنة، وبيعفيك من نص المصاريف الإدارية بداية من تاني سنة. المصاريف الإدارية دي اللي هي إيه؟ اللي هي رسوم بتخصم منك كل 3 شهور، اللي هي أصلا بتبقى حوالي 30 جنيه في الفترة الحالية، زائد 75 جنيه اللي هو مصاريف كشف الحساب الإلكتروني، اللي أنت بتتكلم في من 105 ل 150 جنيه كل 3 شهور. هو بيعفيك منها في اول سنة، وتاني سنة بيعفيك من نصها. وكمان بيعفيك من مصاريف اصدار بطاقة الخصم المباشر اللي على الحساب، اللي هي بتبقى في الغالب كارت ميزة، او لو حتى البنك متاح فيه كروت تانية ممكن الموظف يطلع لك فيزا او ماستر كارد، او ممكن تطلع قدام واحدة على حسابك الشخصي. وتاني سنة بيعفيك من نص المصاريف الإدارية اللي هي بتبقى على حسب البطاقة بتاعتك هي إيه، بيخصم لك نص التمن عليها مصاريف تجديدها السنوية. أقصى حد المعاملات على حسابك ده اللي هو سحب وإيداع وكده ما يعادل 60,000 جنيه يوميا. وأقصى حد للتعامل الشهري على حسابك ده برضو سحب وإيداع والتعاملات المالية ما يعادل ال 200,000 جنيه. واقصى رصيد للحساب ده اللي هو ما يعادل 400,000 جنيه. فالحساب ده من الاخر كده للناس اللي عايزه تتعامل تعاملات بسيطه وتجي لها حوالات من خارج مصر، لان انت الحساب ده بيديك رقم حساب دولي ايبان، حساب زي اي حساب. وكمان تقدر تفعل التطبيق البنكي وتعرف رصيد حسابك وتربطه بانستا باي، وكل الكلام ده تقدر تعمله كانه حساب بنكي عادي بس في شكل مصغر. وده للناس اللي هي مثلا في بدايتها مش عايزه تفتح حساب كبير، او لو مش عايزه مصاريف اداريه عاليه، او لو مش عايز يحط 3000 جنيه زي الحد الادنى بتاع الحسابات التوفير العاديه. انا شايف الحساب ده مميز جدا. عيبه الوحيد ان هو من اول 21 سنه، وكمان مفيش ضريبه الحد الادنى. يعني كمان لو رصيدك قل عن 100 جنيه حسب الموقع الرسمي مفيش اي ضريبه للحد الادنى، بعكس الحسابات التانيه. طبعا مع العلم انه في فترتنا الحاليه بطاقات الخصم المباشر مش شغاله دولي. عايز الحساب ده لاستلام حوالات من خارج مصر او للتعاملات المحليه. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. هتلاقوني سايب لكم كل تفاصيل الحساب ده ورسومه وكل التفاصيل الخاصه بيه في مقاله في وصف الفيديو. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.